ترند طلع ايدك من جيبك. طلع ايدك من جيبك. هذا ترند عراقي بدأ من برنامج مواهب. طلع ايديك من جيبك وقول لنا شنو اسمك. في هذا البرنامج كان في شاب عراقي اسمه مود، موهبته هي الغناء، فكان يغني وايده في جيبه. واحد من لجنة التحكيم شخص الموضوع معه وكلمه بطريقة غير لائقة، يعني انت دخولك مال واحد موهوب وقال له طلع ايدك من جيبك. ايديك من جيبك، يعني انت امام شاشة الام بي سي. الموقف كسر بخاطر الولد، لأنه حسام الرسام يعتبر الموسيقي الوحيد من بينهم، ثانيا انه يعلق على الاقل على صوتي باعتباره هو الموسيقي الوحيد ضمن اللجنه. وللي ما يعرف حسام الرسام فهو نفس اللي غنى مال يوم ما قرصتني عقربة أيام أول. يوم ما قرصتني عقربة. عموما مود صار يظهر في مقابلات وتكلم عن هذا الموضوع، يعني سبحان الله صارت له شهرة. من لغه الجسد، الايد الوحده بالجيب تدل على الاريحيه والثقه، ايدين الاثنين بالجيب تدل على عدم الاحترام. حاليا شباب العراق عندهم ترند طلع ايدك من جيبك. من زعلك من بجة قول البجة. يا ولد طلع ايدك من جيبك.